أنك أنت تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكله حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكله حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني به الله الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير كله؟ قلت: بلى. قال: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أدلك أو أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنمه؟ قلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلسانه وقال: كف عنك هذا. قلت: يا نبي الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الصحابي الجليل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان من السادة الأنصار، وقد مات صغيرا، وقد أسلم وسنه 18 سنة، ولكن لثقفه وفهمه وحفظه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، مع أنه توفى وهو مولى 35 سنة، مات شاب وأسلم وهو ابن 18 سنة، 18 سنة لما أسلم، وركز في الإسلام حينئذ 19 سنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته على اليمن. قبل أن يوصله إلى اليمن قال له تعالى: بما تحكم بينهم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد ولا أجود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله. قال: هنا كان تحكم به بس تحكم به؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا سنة رسوله؟ قال: اجتهد. انظر رسول الله صحيح صح وأحكم بها. النبي صلى الله عليه وسلم حبيب مولانا الذي وفق هذا المبعوث نتاعو إلى هذا الخطوة. فهذا الصحابي الجليل لم يقتصر على فهمه، وإنما أراد الاستفسار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا أخذ بجهله وعمل بهواه فإنه من الخاسرين.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول الله له جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن عمل بما أظهرت له نفسه فهو الخاسر. وكل من بغير علم يعمل عمله عندهم لا يقبل. إذا كان الإنسان يعمل برأيه فقط ولا يأخذ بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله باطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ودخل رجل فصلى صلاة غير تامة وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، صلي فإنك لم تصلي. فعاد وأعاد نفس الفعل ثم جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، صلي فإنك لم تصلي. فعاد ثالثا وصلى تلك الصلاة ثم عاد وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، صلي فإنك لم تصلي. قال: علمني يا رسول الله فوالله لا أحسن غيرها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل تنصب القاعدة ثم السجود حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن تعتدل ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهكذا في الركعة الثانية قال: وافعل في صلاتك هكذا. هنا يستفاد من هذا الحديث أمرين. الأمر الأول كونه نفى عنه الفعل، قال: ما صليت، صلي فإنك لا تصلي. معنى هذا الفعل اللي ذكرته ما ذكر، لأن القاعدة تقول: ما نفي شرعا ما نفي وضعا نفي شرعا. إذا كان في الوضع الحقيقة ما هو ثابت كذلك الشرعي فيه. لما كانت هذه الأفعال غير مقبولة غير صحيحة كانت أعمال غير صحيحة، فقال: صلي فإنك لم تصلي، نفى عنه فعله. فحينئذ من عمل عمل على جهل فإنه لا يقبل منه ويوافق الحقيقة. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. قال: احرم ثم اقرأ ما تيسر معك بالقرآن ثم اركع حتى تكون راكعا ثم ارفع حتى تعتدل ثم كذلك حينئذ في السجود وهكذا. لكن لم يعلمه القبر، ما قال القبر، لم يعلمه القبر، علمه كيفية الصلاة ولكن لم يشير له للقبر. ثم لما انتهى من صلاته حينئذ هذه الصلاة التي صلاها كانت هي الصلاة الصحيحة الحقيقة، لأنه أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الصحابي الجليل بغى يسول النبي صلى الله عليه وسلم على عمل إن عمله ادخله الله به الجنة وباعده عن النار. لأنك إذا فعلت ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقت حينئذ هذا الفعل فإنك تكون من الناجين. ما إذا عملت بهواك فإنك من الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي يعمل عمل ما هوش على سنة رسول الله فهو مردود عليه، مش مقبول، لأن لا طريق إلا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الناجي، وإلا فهو من الهالكين. ترصهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الصحابي الجليل ما يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دلني على عمل إن عملته دخلني به له الجنة وبعدني عن النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت عن عظيم. معنى هذا أمر خطير، معنى ذا قيمة.
ما هوش معنى واحد، وإنما معنى ذا قيمة. وبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيمة هذا الشيء، قال تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة حينئذ تكون بمعنى الصلاة وما في ضمن معناها، وتكون بمعنى العبادة في الدعاء. عبادة تكون حينئذ هي الأعمال، وتكون كذلك الدعاء، لقول الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. المراد بالعبادة هنا هو الدعاء. ولم يقول لي تكبر على دعائي راه مسحب النار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. علاه وصف منهم يدخلون جهنم داخلين. والدخول ما هو؟ معنى الاحتقار، يدخلون محتقرين لأنهم تكبروا على الله وما بغوش يسألوا. لما تكبروا على مولانا، والله سبحانه وتعالى قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيه ما قصمته ولا أبالي. اللي يتكبر عليا راهم يدخلونا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي، ما يطلبوش مولانا، مستغنين عن مولانا، جزاء تكبرهم يدخلهم الله نار جهنم. يدخلهم الله نار جهنم صغيرين محقورين جزاء ما فعل. لما تكبروا جزاء حينئذ بأن يكونوا محقورين ويدخلوا النار حينئذ وهم الأذلاء. في العبادة هنا المراد بها التوحيد. تعبد الله بمعنى توحده ولا تشرك به شيء. ومعنى الإشراك، معنى الإشراك بالله أن تعتقد أن مع الله إله آخر. هذا هو الإشراك. أن تعتقد في الاعتقاد مع الله إله آخر، أو تفعل فعلا لم يوجزه الشرع، ولا تفعل فعل محرم لا يجيزه الشرع وتفعله معتقد حليته. فهذا الذي يفعل ذلك حينئذ فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. قال تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله دخلت الإسلام. هذا مفتاح دار الإسلام. ما هو؟ وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو المفتاح. ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. سيد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قيل له يا أبا هريرة أليس لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكن لا بد أن يكون مفتاح من أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا. لكن المفتاح حافظ ما فيش سنين. ما هي المفاتيح؟ ما هي الأسنان؟ وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة. هذه قواعد الإسلام. فحينئذ المفتاح باص فقط ما فيش أسنان. فإذا جعلت فيه الأسنان ولكن جئت بمفتاح ما فيه أسنان ما ينفع. تعب رأس ما من مفتاح إلا وله أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا. فلا إله إلا الله محمد رسول الله تدخلك الجنة. هي التي تدخلك الجنة، لكن تدخلها متأخرة. لأن من ترك هذه العبادة يكون عاصي مش كافر. ما يدخلش الجنة مع الأوائل حتى يجوا يشفعوا فيه. إما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفعوا فيه، أو يشفعوا فيه الأخيار من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد شفيعا حينئذ يشفع له دخل الجنة، ولكن يدخلها متأخر. يدخلها متأخر. أما الذي أقر بالوحدانية وعمل فذلك حينئذ يكون الجنة ضمنها، لقول الله تعالى تلك الجنة التي